اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. تخيلي ابنك لسه راجع من المدرسه واول ما يدخل البيت يقعد يصرخ ويضرب ويرمي العابه وشنطته وانت واقفه تايهه، هو في ايه؟ انا بعمل له كل حاجه ليه دايما غضبان ومتعصب. لو انت عايشه نفس اللحظات دي الفيديو ده ليكي، ووعد مني بعد ما تخلصيه هتفهمي ابنك اكتر وهتبقي اهدى بكتير معاه. بس في البدايه خلينا نشرح يعني ايه طفل عصبي. العصبيه مش عيب اخلاقي، العصبيه بيكون رد فعل لحاجه الطفل مش قادر يعبر عنها بكلام، زي الجوع او التعب او الضغط او خوف او احتياج للانتباه او احباط او تاخر في الكلام ومش بيعرف يشرح اللي حاسس بيه. يعني باختصار الطفل العصبي طفل بيتعذب من جوه ومش لاقي وسيله يصرخ بيها غير جسمه. تاني حاجه خلينا نشرح ايه هي الاسباب الخفيه للعصبيه. أول حاجة قلة النوم، الطفل اللي بينام أقل من احتياجه بيكون عصبي طول اليوم. تاني حاجة السكر والأكل السريع زي الحلويات والعصاير، دي بتساوي نوبات غضب جاهزة. تالت حاجة الروتين المنزلي الغير الثابت، التغيير المفاجئ بيتعب نفسية الطفل جدا. رابع حاجة محاكاة سلوك الأهل، لو الأم أو الأب بيصرخوا الطفل هيتعلم الصريخ، لو البيت هادي الطفل هيتعلم الهدوء. خامس حاجة المقارنات، شوف ابن خالتك أحسن منك، الجملة دي بتحرق أعصاب الطفل. سادس حاجة كبت المشاعر، لو كل ما يحزن أو يعيط هنقول له عيب ما تعيطش العاطفة هتنفجر في صورة غضب. كمان الطفل اللي طبيعته حساسة ده نوع شخصيته محتاجة احتواء مش شدة. كمان في أخطاء الأهل بتقع فيها بتزود العصبية بدون قصد، زي الصراخ ردا على الصراخ أو الضرب والسخرية أو أوامر طول الوقت بدون حرية، أو إنك تتجاهلي مشاعره أو العقاب المبالغ فيه أو المبالغة في الحماية. كل ده يخلي الطفل يحس إنه مش مفهوم فيتعصب أكتر. طب ايه هي الخطوات العملية للتعامل مع الطفل العصبي؟ اول حاجة اسمه اول وسيلة للتهدئة، يا ادم انا شايفة انك متضايق تعالى قول لي اللي حصل. الصوت الهادي بينزل قلقه للنص. كمان بدل العقاب علميه التعبير بالكلام، يعني انت زعلان طب قول انا زعلان، كرر الجملة لحد ما يتعلم يشرح مشاعره بدل ما يصرخ. تالت حاجة روتين يومي ثابت، مواعيد نوم زائد اكل زائد لعب، الطفل بيطمن بالثبات. رابع حاجة اختيارات مش اوامر، يعني بدل ما نقول اقعد ساكت قول تحب تقعد هنا ولا هناك. خامس حاجة وقت خاص مع الأم، 10 دقايق يوميا بدون موبايل بيشيل نص العصبية. سادس حاجة الطاقة هنا لازم تخرج، الطفل اللي ما بيتحركش معرض للانفجار في أي وقت، الجري والنط واللعب علاج سحري. سابع حاجة علميه تهدئة نفسه زي التنفس، يعني ياخد نفس عميق ويطلعه بهدوء. خليني كمان أقولك على خطة من 30 يوم للهدوء، لو طبقتيها هتشوفي فرق واضح جدا. كل يوم لعب حركة 30 دقيقة، 10 دقايق حضن وتواصل، والنوم يكون بدري ونقلل السكريات، وتدريب على التعبير بالمشاعر، ونخليه يختار اختيار واحد يوميا بنفسه. وخلي بالك النتيجة مش هتظهر بكرة، النتيجة هتظهر من أسبوع للتاني، هتلاقي ابنك بيتغير قدام عينيك. وفي النهاية لو ابنك عصبي صدقيني في أمل كبير يتحسن، ابدأي بأبسط خطوة وارجعي قولي لينا في التعليقات هبدأ بإيه. ولو حبيتي نكمل في السلسلة دي ونشرح أنواع العصبية عند الأطفال وحلولها اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.